السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. معكم قناة أفكار ميرو. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنعمل بسكوت كده للأعياد وكمان ينفع للمناسبات، حاجة في منتهى الجمال. شكله حلو جدا جدا زي ما انتم شايفين كده، وكمان طعمه يجنن. مقاديره مظبوطة جدا جدا، حاجة كده في منتهى الجمال في بيتك وعلى قد ايدك، ومش مكلف خالص علشان في بيتك كده، والمقادير كلها ما شاء الله مظبوطة. النتيجة هتطلع معاكي من أول مرة، حاجة في منتهى الجمال. البسكوت بتاعنا النهارده شكله حلو جدا جدا ومظبوط، علشان مقاديره حلوه جدا وسهله وبسيطه. يلا بينا نسمي الرحمن ونشوف المقادير ايه. في الاول كده حبايبي، انا معايا 10 بيضات بلدي. ينفع تستخدمي البيض المستورد، يكون مثلا 5 أو 6، بس ال10 يعني عشان حجم البيض صغير. ومعايا في الاول كده كوبايتين سكر، ودول اول حاجه انا هستخدمها. وبعد كده معايا كوبايه ونص من السمنه السايحه. شايفين كده؟ يعني اكتر من نص بشويه عشان تطلع معاكي النتيجه حلوه. وهبدأ كده اضرب السكر والسمنة كويس جدا جدا لغاية لما قوامهم يبقى كريمي كده ولونهم يغير يبقى ابيض. شوية حلوين كده، واحنا وبنضرب كده الكريمة ما ننساش نصلي على حضرة النبي ونذكر الله دايما عشان ربنا يبارك لنا في ايامنا وفي حياتنا يا رب. شايفين كده؟ فضلت اضرب كده في السكر والسمنه لغايه لما لونهم بقى كريمي جدا جدا زي ما انتم شايفين كده، والسكر تقريبا داب خالص. وبعد كده هضيف ال10 بيضات البلدي اللي معايا. ممكن تستخدمي بيض مستورد من 5 ل7 بيضات، هيكونوا حلوين جدا جدا الوصفه اللي معانا دي، بس انا اللي كان متوفر في الوقت ده البيض البلدي فاستخدمته. هنا يا حبايبي حطيت 6 ورقات من الفانيليا. ممكن كمان تحطي معلقه كبيره من الفانيليا السايله. وهبدأ كده اضربهم كويس كده زي ما انتوا شايفين، لغاية لما البيض يختلط كويس جدا مع السكر والسمنة اللي احنا حطيناهم. طريقتنا سهلة جدا جدا وبسيطة. وكمان هنا بعد ما ضربت البيض كويس هبدأ اضيف كوبايتين من اللبن. بس كده، وهضربهم برضو كويس جدا بالمضرب زي ما انتوا شايفين كده وملاحظين. معلش المضرب هنا كان معاكسني عشان كان السلك قصير، مش قريب من الكاميرا. هفضل اضربهم كويس جدا جدا لغايه لما احس ان مفيش ولا فتفوت السكر، عشان السكر ما يبوظليش البسكوت بتاعي ويخلي البسكوت يشق. هنا يا حبايبي جبت معلقتين من اللبن ومعلقه صغيره من النشادر، معلقه شاي صغيره من النشادر. النشادر دي بنجيبها من عند اي عطار، نقول عاوزين النشادر بتاع البسكوت. معلقه صغيره جدا جدا، وهبدا اضيفها على المكونات اللي احنا حطيناها كده. بصوا كده، وما شاء الله معايا كيلو من الدقيق. هفضل احط الدقيق شويه بشويه. بعد ما حطيت النشادر كده، ما تحطيش النشادر بعد الدقيق. النشادر كده هنضيفها مع المواد السائله بس يكون اخر حاجه. حطيت الدقيق، وبعد كده حطيت كيس من البيكنج باودر او كيك شيف، اي حاجه عندك. بس كده الكيس، لو ما عندكيش مثلا كيس، هو 100 جرام او معلقه كبيره مليانه. وهفضل اقلب كده شويه حلوين لغايه كده ما اتاكد ان كل الدقيق كده خلاص اتعجن كويس مع المكونات اللي معايا. هنا يا حبايبي انا احط الدقيق بشويه بشويه. انا معايا هنا اللي معايا دول كيلو بالظبط من الدقيق. حطيت هنا كمان حبه دقيق تاني، واحط خطوه مهمه جدا هي دي اللي هتظبط لك طعم البسكوت. احط كده ذره من الملح، اقل من نص معلقه. شايفين كده؟ وافضل اقلب كده شويه حلوين. بالظبط بالظبط هقولك المكونات بتاعتنا دي هتاخد قد ايه دقيق دلوقتي. بصوا كده ما شاء الله، البسكوت طبعا مش محتاج اي عجن خالص. انا بقلب كده من فوق لفوق زي ما انتوا شايفين كده، بس لغايه لما اضيع كل الدقيق اللي في العجينه. كده ما شاء الله حطيت كيلو الدقيق كله كده زي ما انتوا شايفين وملاحظين. شايفين كده؟ تبارك الرحمن. العجينه لو هتعمليها في القمع بتاع بلح الشام او في الكيس الحلواني، هتكون ان القوام بتاع العجينه ده حلو جدا. انا بس عشان هعملها في المكنه فهزود شويه دقيق، عاوزه العجينه بتاعتي تكون متماسكه. شايفين؟ الطريقه دي حلوه جدا جدا للقمع بتاع بلح الشام. لكن انا عشان هعملها في المكنه هزود لها شويه دقيق بس بسيط جدا، اقل كده من نص كوبايه. بصوا كده يا حبايبي ما شاء الله تبارك الرحمن. ما شاء الله كمية العجينة اللي معانا حلوة جدا جدا. بصوا تعرفي ازاي ان العجينة خلاص مش محتاجة ولا سمنة ولا دي ولا اي حاجة خالص. ايدك تطلع نظيفة ما فيهاش اي عجين خالص. بصوا كده ما شاء الله
العجينه شكلها حلو جدا جدا وبتلمع، تعرفي ان العجينه بتاعتك مظبوطه، ان ايدك ما تلزقش فيها، تعرفي ان العجينه خلاص كده ما شاء الله تبارك الرحمن. بصوا كده قوام العجينه ولونها حلو ازاي، ما شاء الله البيض البلدي مديها اللون الاصفر الحلو جدا. بصوا هنا خطوه تانية كمان عشان تعرفي ان العجينه بتاعتك مظبوطه ومش محتاجه اي حاجه تاني ولا سمنه ولا دقيق. كورت حته كده وضغطتها على ايدي، ما شقتش ولا حاجه، عجينتي مظبوطه وزي الفل. هسيبها ترتاح بس 10 دقايق لغايه لما اجهز المكنه واجهز الصواني اللي انا هحط فيها. بس هغطيها كده واسيبها ترتاح 10 دقايق بس كده. هركنها كده على جنب واجيب المكنه اللي انا هستخدمها في البسكوت. بصوا كده يا حبايبي، دي المكنه متوفره تقريبا عند كل البيوت المصريه. لو مش متوفره عندك المكنه هتضطر العجينه شويه وتعملي بقمع بلح الشام هتطلع معاكي النتيجه. انا هثبت المكنه كده على الرخامه، على طرف الرخامه كده، شايفين بالشكل الواضح اللي قدامكم ده. معايا كده الامواس بتاعه المكنه او الاشكال بتاع البسكوت كده. بصوا يعني ما شاء الله فيها 6 اشكال مختلفين، وكمان انا هعمل بشكل مختلف خالص. ده بيجي ورا المكنه، وكمان ممكن يجي ورا الاكياس بتاعه بلح الشام. بصوا يعني ما شاء الله شكله حلو جدا جدا في البسكوت. هنا بعد ما ثبت المكنه كويس كده على طرف الرخامه، اجيب حته من العجينه كده على قد المكنه وابدا كده ادورها شويه حلوين لغايه لما تبدا تطلع معايا. في الاول كده هناخد اي شكل كده تحبي انت شكله، بس انا بحب الشكل المبطط ده، بيكون شكله حلو جدا جدا. هدخله كده في المكنه وبعد كده سمي الرحمن ويلا بينا. بصوا كده ما شاء الله، شايفين الشكل ما شاء الله تبارك الرحمن، طلع مظبوط جدا جدا من المكنه. بصوا كده ممكن كمان تطولي العجينه شويه بتاعتك او تطولي صوابع البسكوت شويه وبعد كده تسويه بالمقص او بالسكينه، بس انا كده بقطعه قدامكم كده والشكل كان متساوي حلو جدا. شايفين طريقتنا سهلة جدا وبسيطة. ده البسكوت ينفع في الأعياد، البسكوت ده حلو جدا جدا في الأعياد والمناسبات. بصوا كده يا حبيبي ما شاء الله تبارك الرحمن، الشكل مظبوط جدا جدا، والعجينة ما شاء الله مخدومة، ما خدتش أي إضافات، مكوناتها كانت سهلة وبسيطة، طريقتنا سهلة. يعني ال10 بيضات دول ولا أي حاجة من ضمن ما احنا بنعمل، يعني ما شاء الله تبارك الرحمن. هنا أنا غيرت الشكل وعملت شكل النجمة. بصوا الشكل ده حلو جدا جدا، والبسكوتة بتاعته بيطلع شكلها حلو جدا ومظبوط. بصوا شكل النجمة كده هيطلع، وبعد كده هبدأ كده ألفه لفة حلزوني. أول ما يطلع من المكنة على طول ما تمطيش البسكوتة قوي علشان ما يكونش قلبها فاضي. بصوا كده ما شاء الله العجينة حلوة جدا جدا وسلسة، مش بتاخد معايا أي مجهود في المكنة. بصوا كده في الاول كده حبايبي ان احنا لازم ندهن الصينيه دهنه او الصاج اللي احنا هنعمل فيه دهنه كده بسيطه من السمن عشان البسكوت ما يلزقش منك في قعر الصينيه او في قعر الصاج اللي انت تخبزي فيه. الخطوه دي مهمه جدا جدا عشان كمان تحافظي على سلامه قعر البسكوت ما يتحرقش منك من تحت. هنا بقى غيرت برضو الشكل وعملت الشكل المبطط ده المشرشر بطريقه حلوه جدا، او شكل الحلزون ده بطريقه حلوه جدا، شكله حلو جدا جدا، بيبقى عامل زي البسكوت كده اللي بنشتريه من بره او من الافران. ما شاء الله شايفين العجينه سلسه ازاي وحلوه ازاي، تبارك الرحمن، طريقه حلوه جدا جدا وسهله وبسيطه، جربوها هتعجبكم. مكوناتنا مظبوطه، محطتش اي اضافات غير الاضافات اللي انتوا شفتوها. هنا يا حبايبي خلاص هغير الوش كده بتاع المكنه واحط الوش اللي هو بتاع بلح الشام الصغير جدا. بصوا شكله كان ما شاء الله مظبوط جدا جدا، وكملت كل العجينه بيه. ما شاء الله العجينه بتاعتنا كانت كميتها كبيره تبارك الرحمن، بس كملت كل العجينه بيه عشان حبيت شكله، كان شكله مظبوط جدا زي ما انتوا شايفين كده وملاحظين. شايفين كده حابه بقى تلوليه شويه وتعمليه بالشكل الحلزوني تمام، حابه تعمليه بالشكل اللي انا عاملاه ده حلو برضو جدا جدا، والشكل يطلع معاكي مظبوط جدا في الفرن. هنا بقى اخلص كل الكمية بالشكل اللي انتوا شايفينه كده، الشكل ده كان عاجبني جدا. شايفين كده ما شاء الله حرفيا دي كانت نص الكمية تبارك الرحمن. العجينة بتاعتنا ادتنا كمية كبيرة ما شاء الله، يعني ما شاء الله حاجة في منتهى الجمال. هنا بقى على الفرن على طول، احطه بقى في الفرن من درجة حرارة من 180 ل 200، ما تكتريش اكتر من كده عشان البسكوت بتاعتك تطلع هايشة وكمان يطلع شكلها حلو. نار من فوق ومن تحت يطلع معاك البسكوت في منتهى الجمال. لما تطلع البسكوت كده من الفرن حطيه على فوطة نظيفة او قماشة نظيفة كده شوية كده، وبعد كده عبيه، يعني حاجة في منتهى
منتهى الجمال. الشكل حلو جدا جدا ومظبوط علشان المكونات بتاعتنا كانت مظبوطه. اعملي بسكوت بالشكل اللي انت تحبيه وتحبي كمان شكله وترتاحي كمان لشكله، حاجه في منتهى الجمال. بصوا كده بسكوت الاعياد. كل سنه وانتم طيبين بطريقه سهله جدا وسلسه، يا رب يكون عجبكم. لو حابه كمان تعملي نص الكميه خدي من كل حاجه نص، يعني انا استخدمت كوبايتين، استخدمي من كل حاجه كوبايه، وبدل 10 بيضات استخدمي 5 بيضات. النتيجه هتطلع معاكي حلوه جدا جدا. يعني ما شاء الله الشكل بتاع البسكوت كان مظبوط جدا، ما شاء الله تبارك الرحمن. شايفين كده الشكل كده ما شاء الله مظبوط، مش مشقوق من فوق ولا اي حاجه خالص. لونه حلو جدا جدا، القوام بتاعه هش جدا وخفيف وجميل جدا ما شاء الله، حاجه كده تشرف في منتهى الجمال. يعني البسكوت ده من الطريقه الحلوه جدا جدا، اتعلمته من امي، ربنا يديك الصحه يا امي. يعني حاجه في منتهى الجمال. بصوا كده ما شاء الله، وكمان الشكل العريض منه يعني شكله تحفه تحفه. يعني انت حابه بقى الشكل الحلزوني الصغير ده او حابه شكل البلح الشام ده الصغير، باي شكل اعملي البسكوت النتيجه هتطلع معاكي حلوه جدا. اهم حاجه العجينه بتاعته تكون مظبوطه، وبعد كده الشكل هيكون مظبوط خالص، والشكل كمان بايدك انت. بصوا كمان البسكوته هشه جدا جدا وملهاش وزن، وكمان بتفرول كده وتدوب في البق. شايفين كده كمان قلب البسكوته من جوه، حاجه في منتهى الجمال. بسكوتنا النهارده حلو جدا جدا، جربيه من اول مره. المرة النتيجة تطلع معاكي حلوة جدا جدا ومرضية، علشان مكوناته مظبوطة جدا جدا، وكمان تكات وتفاصيله كلها في الفيديو. يا رب الفيديو النهاردة يكون عجبكم، وتكون كمان شكل البسكوت كده عجبكم، وتكون الطريقة عجبتكم. يا رب تكونوا استفدتوا مني اي حاجة النهاردة. وكده هضرب لكم في اخر الكلام، صلوا على حضرة النبي العدنان واشتركوا في قناتي لو مش مشتركين، واعملوا لي لايك وسيبوا لي كومنت يفرحني، علشان اللايك بيرفع القناة والكومنت بيرفع من معنوياتي. واخر الكلام صلوا على حضرة النبي العدنان. سلام.